الشيخ غالب مرشد السعيدي، عضو مجلس فرع الإصلاح بمديرية الحيمة الخارجية بصنعاء، وعضو مجلس شورى الإصلاح بمحافظة صنعاء، من مواليد الحيمة الخارجية في مخلاف جبل عانز عزلة جحالة قرية حصاو. لقد نشأ وتربى في منطقته ثم انتقل إلى المدينة صنعاء وأكمل تعليمه فيها، وترأس كثيرا من الأعمال. كان رئيسا لهيئة التعاون الأهلي للتطوير بالمديرية الحيمة الخارجية منذ بداية الثمانينات، ثم بعدها رئيسا لمجلسها المحلي حتى عام 2001 ميلادية، واشتغل عميدا لكلية الإعلام في جامعة صنعاء، وقضى معظم حياته في حل القضايا الاجتماعية وإصلاح ذات البين ونشر الخير والدعوة إلى الله وإحياء قيم الفضيلة بين الناس. وعمل متابعا لإنجاز عشرات المشاريع المختلفة لأبناء مديريته، وعرف المرحوم بالتجرد والصدق والوفاء والنقاء وطهارة القلب ونظافة اليد وحب تقديم الخير للفرد والمجتمع، كما كان فاتحا لبيته لكل صاحب حاجة من أبناء الحيمة. فقد كان الشيخ للقبيلة والمربي والقدوة والقائد الفاضل المناضل، وكان مثالا للرجل الزاهد العابد المحب لله ثم للناس والوطن، وكان الرجل المعطاة لكل من عرفهم وخدمهم من أبناء الحيمتين خصوصا، وكل من عرفهم وعرفوه من أبناء محافظة صنعاء وأمانة العاصمة ومنتسبي جامعة صنعاء. فقد مضى معظم حياته بشكل عام في خدمة الوطن، وقام بكل واجباته الرسمية والمجتمعية والدعوية خير قيام بكل نزاهة ومصداقية، ويشهد له القاسي والداني بذلك. وكان رحمه الله مثالا يحتذى ويقتدى به في العطاء ونكران الذات، وفي العفو والتسامح، وفي السعي بنفسه وسيارته ووقته مع كل من يأتيه للمساعدة في أي مرفق حكومي أو قبلي أو مجتمعي، حتى وافته المنية بعد مرض عضال ألم به يوم الثلاثاء 12/12/2023 ميلادية عن عمر ناهز 70 عاما. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يتقمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك نرسل عزاؤنا الخالص لنجليه أحمد وعبد الرحمن، ولأخيه الشيخ ناصر السعيدي، وأخيه حسين السعيدي، وكذلك أخي علي السعيدي، وكل أهله وذويه وكافة أسرته، وإلى كافة أبناء الحيمة الخارجية والحيمة الداخلية الصبر والسلوان، سائلين الله عز وجل سائلين الله سبحانه وتعالى الفقيد الرحمة والغفران، وإنا لله وإنا إليه راجعون.